صلي على النبي. انا هتكلم كلام مخفي شويه علشان الفيديو ما يتمسحش، مع اني بشوف ناس بتتكلم عادي عن الموضوع ده وفيديوهاتها لسه موجوده عادي، بس البرامج دي شكلها مستصدني. بس ما تقلقش، هتفهمني وهتعرف انا بتكلم عن ايه كويس. في بدايه الموضوع كانوا بيدافعوا عن نفسهم في المؤتمرات وبيقولوا احنا بنرد بس على المتحمسين بسبب اللي عملوه يوم 7، وده عشان كانوا لسه مش عارفين رد فعل باقي الاخوات ايه. بس لما لقوا ان الجو هادي خالص والدنيا هص هص، بدأوا يشيلوا مناطق كاملة من على الخريطة ببيوتها ومدارسها ومستشفياتها، زي ما حصل كده في الخان. عائلات كاملة اتحذفت من السجل، ودلوقتي ما بقوش يكتفوا ان هم يمسحوهم بس، دول كمان بدأوا يدنسوا عرضي وعرضك زي ما حصل كده في مستشفى الشفاء. اللي عايز اقوله ان الوضع لو استمر كده، خايف نوصل لمرحلة ان ما يبقاش في حد عايش في شقة جارك وحد تاني يستولى عليها بالكامل وعلى قبلتك الأولى ومصر سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. واللي يثبت ان الوضع بيزداد سوء انهم ما بقوش بيستهدفوهم جماعات زي الاول، ولكن بدأوا يستهدفوهم فرد فرد. انا متضايق ان انا بتكلم وانا متأيد كده، واني مش عارف اقول كل حاجة بصراحة، بس لازم اوصل الكلام بأي طريقة. حتى لو هتكلم في الفيديوهات بسين زي طريقة الصغى ليمون كده، السكوت والدعاء بس مش نافع، لازم حاجة فعلية تتم، ولازم هم يعرفوا ان احنا لسه فينا الروح. ارجوك ما تعديش الفيديو كده وخلاص، وخلينا نفوق بعض شوية. وأرجوكم سيبوا المسلسلات والمطشة والأغاني شوية وركزوا في الوضع اللي داخل علينا، علشان هنصحى في يوم هنلاقيهم خلصوا، وده والله في رقبتنا. سلام.